في الصلوات المفروضة ذات الأربع ركعات، وهي الظهر والعصر والعشاء، علينا أن نقرأ في الركعتين الأخيرتين الفاتحة، ويستحب أن نضيف إليها آية أو أكثر من كتاب الله، ما لم يكن المصلي إماما فيثقل على الناس. ليس هذا يا شافعي، ليس هذا ما سمعته منك في بغداد. كان رأيك السابق الاكتفاء بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين من الصلاة. كان هذا رأيي من قبل، ولكني رجعت عنه بعدما سمعت أحاديث في مصر لم أعرفها من قبل. ولكن رأيك القديم هو الأصوب، وعليه الإفتاء في المذاهب الأخرى. عندك الرأي القديم والقول الجديد، وسند كل منهما، ولك أن تأخذ بما يطمئن إليه قلبك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يا أيها الناس، يا أيها الناس، القرآن مخلوق، القرآن مخلوق كغيره من مخلوقات الله، ومن قال بغير ذلك فقد أشرك بالله وخرج عن ملة الإسلام. من هذا الرجل؟ وما هذا الذي يقوله؟ هو جابر الأشوح، نائب الوالي وقائد الجند. وما مناسبة هذا الحديث؟ القرآن مخلوق، الخليفة والوالي يحذران من يقول بخلاف ذلك. القرآن مخلوق. ما هذا الذي يتحدث عنه؟ ما سمعت هذه المسألة من قبل، وما دار في خاطري. هذا أخطر ما في الأمر. سوف أذهب إلى الوالي أحدثه في الأمر. سبقتني بالحضور يا شافعي، كان الواجب أن أذهب إليك لأرحب بك في مصر. شكرا لك يا سيدي الوالي. سمعنا عنك من المترددين على الحجاز والقادمين من بغداد، قالوا إنك أعلم أهل هذا الزمن. استغفر الله، استغفر الله العظيم. مرحبا بك يا أخي. إنما جئتك يا سيدي الوالي في أمر أرجو الاستجابة له. تفضل يا شافعي، تفضل. لقد سمعت في مسجد الفسطاط نائبا لك يدعو إلى المقولة بخلق القرآن. نعم يا شافعي، القرآن مخلوق، ولقد ذكر الخليفة نفسه ذلك وأسانيد ذلك في كتاب أرسله إليه. الخليفة يعرف أمور الدنيا وليس أعرف الناس بأمور الدين. آتيك بكتابه لتعرف أسانيد رأيه. أعرفها جيدا، وكم حاورته بشأنها عندما كنت في بغداد. كأنك لا ترى الخليفة على حق. ما جئت لمناقشة هذا الأمر، ولكني أتعجب من إثارته والخوض فيه بين الناس. وما يمنع ذلك؟ مصر يا سيدي الوالي حفظها الله من كل سوء ومن كل المحاورات التي تدور حول كتاب الله وذات الله، فيجب علينا أن نصون لها هذه النعمة. شافعي، أنا لا أفهم ما تقصده. أقصد أن هذه المسائل تعلو على العقول والأفهام، وهي تثير الفتنة في العراق، فلما نجيء بها إلى مصر ونطرحها على الناس؟ إنما قصدت أن أحذر الناس وهم يتحاورون حولها حتى لا يقعوا في الخطيئة والإثم. الصحابة الأوائل لم يخوضوا في مثل هذه الأمور، فلما لا نحذو حذوهم؟ لا نستطيع يا شافعي، ليتنا نستطيع. الناس يترددون بين مصر والعراق، يحملون أفكارا كما يحملون البضائع، والواجب علينا أن نرشد الناس إلى الصواب. بالله عليك يا سيدي الوالي، دع الفتنة نائمة، فقد لعن الله من أيقظها. فراستي تقودني إلى أن هذا الوالي مغرض وصاحب هوى. فراستك مرة أخرى يا شافعي، لا تكاد تستقر في بلد حتى تصادم الوالي. هل نسيت ما حدث في نجران؟ أردت يا حمد أن أنصح له. الولاة لا يأخذون بالنصح، فما جدوى نصيحة لا يعملون بها؟ أبرئ نفسي أمام الله عندما يسألني يوم القيامة. يا شافعي، أما وعدتني ألا تشتغل بالسياسة بعدما حدث أيام الرشيد؟ يا حمد، وعدتك ألا أتولى أمرا من أمور الحكم،
ولكني لا أستطيع أن أسقط فرضا من فروض الدين. أنسيت قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ بالله عليك يا شافعي، لا تزد ما أحمل على كاهلي من أشغال، يكفي ما عندي. وما الذي يشغلك؟ ولدنا عثمان، لا أعرف شيئا عنه ولا عن زوجته التي تنتظر وليدها. سترك يا رب. عثمان، ما الأمر؟ مسلمة يا عمتي. مسلمة؟ تقول القابلة إن الولادة عسرة وإنها تتخوف على حياتها. ابنتي أرسلتني تريدك إلى جوارها. ما الأمر يا هزيلة؟ ابنتك بين الحياة والموت. مسلمة، إنها تلح في أن تراك يا عماه. أخاف أن تكون فرصتك الأخيرة. أنا ذاهبة إليها، إن شئت جئت وإن شئت بقيت. لا أقوى على البقاء، فالخوف عليها يقتلني. أنا قادم معك يا هزيلة. خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم يأتي بعد هؤلاء أصحاب الشورى الخمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. كل واحد من هؤلاء، كل واحد منهم يصلح إماما للمسلمين. ما قولك إذن يا ابن حنبل في الصراع الذي نشأ بين علي وبين طلحة والزبير، وبين علي ومعاوية بن أبي سفيان، وأيهم على صواب وأيهم على خطأ؟ هؤلاء جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من انتقص واحدا منهم أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، ولكن على كل مسلم أن يترحم عليهم جميعا وأن يكون قلبه سليما لهم. ما جاء بك إلينا؟ هذا رأس أصحاب الكلام. ابتعد يا رجل عن مجلسنا. هل تأذن لي يا ابن حنبل أن أستمع إلى درسك؟ إن كانت نيتك الاستماع فاجلس، وإن كانت غير ذلك فاذهب حيث شئت. بل أريد الاستماع والاقتناع. أخطر ما يواجهه المسلم في زماننا هذا الابتعاد عن السنة والأخذ بالبدعة. السنة نعرفها، فما المقصود بالبدعة؟ ما يتردد في بعض المجالس عن أسماء الله وصفاته وحكمته في أفعاله، والسؤال حول قرآنه: هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ كل هذا بدعة تخالف السنة. فما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه وهم أقدر منا وأعلم قد ناقش هذه المسألة. ما تقول يا بشر فيما تسمع؟ من أراد السلامة فليترك هذا كله، لا يقوله ولا يناقشه، وعليه أن يرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها إجابة أخذ بها، وإن لم يجد سكت حتى لا تفتح أبواب الفتن. ما تقول يا بشر فيما تسمع؟ أقول أحسنت يا ابن حنبل، بارك الله فيك. ما هو رأيي وحدي، إنما سبقني إليه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي أيضا. لقد اهتدوا إلى الصواب، هذا هو الصواب. ينبغي يا عثمان أن آخذ الطفلة تقيم معنا. جئت لها بامرأة صالحة ترضعها وتقوم على شؤونها. نحن أولى بها، هي ابنة ابنتي وتستطيع أن تراها وقتما تريد. وماذا يبقى لي بعد أن تأخذوها عندكم؟
هي السلوى بعدما ذهبت مسلمة. ليس بوسعك رعايتها وأنت طيلة اليوم في تجارتك. إن شئت أقمت معها في دارنا، لم تعد بيننا خصومة. لا أعرف ماذا أفعل يا عماه. الصدمة تكاد تذهب بعقلي. فلنفعل من أجلها ما تمنته مسلمة في حياتها. كانت تريد الوفاق بيننا. ما هذه الأوراق يا عثمان؟ هذه بعض ما أملاه أبي على مسلمة، وبعض ما كتبته من دروسي. تركها سهوا عندما سافر إلى مصر. هلا أعطيتنيها؟ لن تجد فيها ما يتفق مع آرائك. أريد أن أقرأها، هل تأذن بذلك؟ هي لك. كنت أسمع آراء الشافعي بالعناد والمكابرة، والآن أريد أن أقرأها بالإنصاف والتأمل. جاءني اليوم من مصر من يطمئنني على أخبار أبي. سوف أكتب له رسالة بما حدث بعدما تركنا. سبحان من له الدوام. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لله ما أعطى ولله ما أخذ. تجمل بالصبر يا شافعي. يا حمد، لم تكن مسلمة مجرد زوجة لولدي، ولكنها كانت ابنتي، تعتنق رأيي وتؤمن بأفكاري وتساعدني عندما أكتب وأملي كتبي. رحمها الله وجزاها بما فعلت. تعرفين يا حمدة، إن الصلات بين أصحاب الفكر الواحد أقوى من صلة الدم والنسب. الإخوة يختلفون ويتصارعون، أما أصحاب الفكر الواحد لا يختلفون. ما يشغلني الآن هو ولدي عثمان، ماذا يفعل بابنته؟ وددت لو كنت إلى جواره. ما أظن بشرا وزوجته يتركان الطفلة. كان بشر مصمما على مقاطعة ابنته. أخشى أن يجد عثمان نفسه وحيدا. شافعي، ألا تفكر في العودة إلى بغداد؟ ما عادت بغداد تصلح للإقامة بها، وما عدت أستطيع أن أترك مصر. لماذا يا شافعي؟ الخلافات بين المذاهب والتعصب تشعل نار الفتنة، ولا بد من إطفائها قبل أن تحرق كل شيء. أليس ولدك هو الأولى باهتمامك في هذه الظروف التي يمر بها؟ أنت لا تدركين يا حمدة كم أشفق عليه وأود الوقوف إلى جانبه، ولكني لا أستطيع السفر إلى بغداد. جاءتني فكرة، ماذا لو طلبت منه الحضور إلى مصر ليقيم معنا ويترك تجارته في بغداد؟ مصر مليئة بالمحال التجارية، وبإذن الله سيجد له مكانا بين التجار. وكيف يترك طفلته في بغداد بلا أم أو أب؟ وما الذي يمنع حضورها معه؟ وهل يسمح بشر وزوجته بذلك؟ حضانة الطفلة لجدتها بحكم الشرع ما أظنها تفرط فيها، سوف تمنعها من السفر. نحاول ونترك الأمر لله يدبره كيف يشاء. ألا ترتاح قليلا قبل صلاة الفجر؟
ما الذي يشغل؟ هذه الأوراق التي أملاها الشافعي لمسلمه. كأنك لا تعرفها. كم حاورك الشافعي عما فيها؟ كان التعصب يأخذني وأنا أسمع للشافعي. ما كنت أسمح لمنطقه أن ينفذ إلى قلبي، لكن الآن وأنا أقرأ هذه الأوراق أبحث بعقلي عن الحق بعيدا عن المكابرة والعناد. وهل وجدت الحق الذي تطلبه؟ نعم، وجدته يا هزيل، وجدته، وسأعلنه على الناس تبرئة لذمتي وتكفيرا عن ذنبي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أيها الناس، أنا بشر المريسي، كنت أول القائلين بخلق القرآن، لكني أشهدكم اليوم أنني أخطأت فيما قلت وندمت على ما فعلت. القرآن كلام الله ولا نزيد على ذلك. بشر هذا من أصحاب الكلام الذين يقولون بخلق القرآن. ما الذي غيره على هذا النحو؟ سبحان الذي يغير ولا يتغير. إياكم والخوض في ذات الله وحكمة الله، فهي تعلو على أفهامنا. تمسكوا بالأثر والسنة ولا تخرجوا إلى البدعة. ما لك أنت تدعو الناس بما لا تفهم؟ أنا أقول رأيي لأبرئ ذمتي وأكفر عن خطئي. أغلق عليك دارك وكل ما شئت داخلها، أما المصلون فلا شأن لك بهم. لما أردت أن أعلن الندم والتوبة، عسى الله أن يغفر لي. اخرج يا رجل قبل أن أجيء لك بالشرطة. ما تقوله يعارض ما يراه الخليفة المأمون ويدعو له. لا تستمعوا إلى ما يراه الخليفة، لا تستمعوا إليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا أعرف ما حدث لبشر. ظننت الصدمة عارضة، سرعان ما يفيق منها. إنه يطوف المساجد والمجالس يسفه آراءنا ويهاجم أفكارنا التي كان هو أول الداعين لما ينكره الآن ويستنكره. لقد خاصم ابنته وقاطعها لأنها اختلفت معه. هذه الخصومة مع ابنته وراء هذا التحول في موقفه. كان يعارضها ويقاطعها، فلما فاجأها الموت دفعه الشعور بالذنب إلى اعتناق ما كانت تؤمن به. قلت له ذلك، لكنه أكد اقتناعه برأي أصحاب الحديث، وأسمعني آراء الشافعي من أوراق كانت معه. فلنصبر عليه ولنحاول معه. ما عاد لنا صبر وما عدنا قادرين على السكوت. صار بشر أخطر علينا من أصحاب الحديث. صدقت يا سعيد، الناس كانت تعرفه من أصحابنا المناصرين لأفكارنا، فإذا أنكرها وندم عليها أثار الشكوك فيما ندعو إليه. أنا لا أعرف ماذا يمكن أن نفعله لاجتناب خطره. لقد أعلن تخليه عن دار الحكمة وكاد يتلف الكتب التي تجري ترجمتها لولا أن منعه العاملون بها. أحسب أن ذلك يثير غضب الخليفة.
ماذا لو طلبنا من المأمون أن يوقفه عند حده؟ لقد أعلن المأمون مقولتنا في خلق القرآن، وبشر هذا يرفض المقولة الآن ويعارضها. سوف أطلب من الخليفة أن يأخذه بشيء من الحزم والشدة. ما كنت أحب أن أفعل ذلك، ولكني لا أرى حلا آخر. كم هي جميلة، ألا تلاحظين الشبه بينها وبين أمها؟ تتشابهان في الشكل ولكن تختلفان في الطباع. مسلمة رحمة الله عليها كانت هادئة، لكن ابنتك لا تكف عن الصراخ. وددت لو يراها أبي وأمي، سوف يسعدان بها. الشرطة، لابد أن الشرطة عادت تبحث عنك. أين أختبئ؟ سيفتشون البيت. لماذا يلحون في طلبك؟ سوف أعطلهم حتى تقفز إلى الدار المجاورة لتخرج منها إلى الطريق. هيا. ما عدت أبالي بشيء ولا أخشى شيء. ادخل يا عماه، هيا. انتظر. من الطارق؟ رسول من الشافعي في مصر يحمل رسالة إليكم. هات الرسالة يا رجل، هات. تفضل بالدخول، هيا. عندي ما يشغلني الآن، وسوف أعود بعد أيام إن شاء الله لأحمل ردكم إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عماه، إنها رسالة من أبي يطلب مني الحضور إلى مصر. وتترك تجارتك في بغداد؟ يقول أبي إن تجارة الأثواب رابحة في مصر، وبمقدوره أن يجد لي متجرا بالسوق. لا تسافر وتترك طفلتك. صحيح أنها رضيعة لكنها بحاجة إليك. لا يكفيها أنها فقدت أمها، هل تفقد الأب والأم أيضا؟ لا تقلق يا عماه، سوف أصحبها معي. الطفلة في حضانتي ولن أتركها. سوف آتي لها بمن ترضعها وتقوم على رعايتها. هذا الأمر لا يقبل النقاش. بوسعك أن تسافر لو أردت، ولكن الطفلة ستبقى معي. لابد أنها الشرطة. هيا ادخل يا عماه. إلى متى يستمر هذا الوضع؟ لن أدخل وليكن ما يكون. من الطارق؟ أنا زوجتي الفطية، أريد بعض الملك. انتظري قليلا يا امرأة حتى تحضر لك الملح. تفضلي. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم أعد قادرا على الاستمرار على هذا النحو. سأذهب إلى الشرطة لأعرف ماذا يريدون. لا تفعل، أخاف أن يلقوا بك في السجن. السجن أرحم من الخوف والترقب. عندي رأي آخر يا عماه، ما يدعو لبقائك في بغداد والشرطة تطاردك من مكان لآخر. وإلى أين أذهب؟ نذهب معا إلى مصر، ما رأيك؟ وتتركني مع طفلتي في العراق؟ وماذا يبقيك في بغداد؟ نذهب جميعا إلى مصر. إسحاق، 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 ما بك يا نفيسة؟ تركتني حتى ارتفعت الشمس، كان عليك أن توقظني. لقد راقبتك طوال الليل، لم يغمض لك جفن، فأردتك أن تنالي بعض الراحة. إن لبدنك عليك حقا. ما كان لك أن تتركني. لم يحن بعد موعدك مع مجلس أهل العلم. إن العامة تعتاد أن يجيئوا إلي قبل هذا المجلس. لقد جاءوا بالفعل، ولكني أخبرتهم بأنك تنالين بعض الراحة بعدما قضيت الليل بطوله ساهرة في الذكر. سامحك الله يا إسحاق، ما كان لك أن تخبرهم بذلك. أردت أن أقدم عذرا لتخلفك عن استقبالهم. أضعت أجري وأدخلت الرياء إلى قلبي. الرياء؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما النجاة، قال: ألا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس. ولكنك لم تريدي بها الناس يا نفيسة. الناس سوف يحمدون ما أقوم به، وهذا مدخل الرياء الذي يبطل العمل. ما كنت بصلاتك وعبادتك تطلبين حمد الناس، وإنما كانت نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى.
ألا تعرف يا إسحاق أن حمد الناس وثناءهم يتسرب إلى القلب فيرتاح له؟ ذلك عاجل بشرى المؤمن يا نفيسة. حلاوة الحمد تملأ فراغ القلب وتغري النفس بالإقبال على العبادة والذكر، فإذا فعلت ما كانت العبادة خالصة لوجه الله، وإذا رفع عملي يقول عز وجل: إن عبدي هذا لم يردني وحدي فاجعلوه في سجين. نفيسة، خففي من هذا التشدد. ما هو تشدد ولكنه تحوط. ليتني أستطيع أن أخفي ما أفعل عنك وعني حتى لا أبلغ شيئا من الرضا عن نفسي. بالله عليك يا إسحاق، بالله عليك تكتم ما تراه مني. أفعل إن شاء الله. هيا أعدي نفسك لاستقبال أهل العلم القادمين إلى مجلسك. لا تبادروها بالأسئلة حتى تتحدث إلينا وتنتهي من حديثها. نحن حريصون على أن نسمع ما عندها ثم نسأل. حددوا الأسئلة حتى لا يتكرر السؤال. ماذا تفعلون هنا يا بويطي؟ نسمع ونسأل نفيسة العلم عما نريد يا فتيان. أليس الأحد لنا والأربعاء لكم؟ فما الذي جاء بكم؟ يا أخي، المكان يتسع لنا جميعا. نحن لا نجلس معكم في مكان واحد. اذهبوا وارجعوا يوم الأربعاء. يا فتيان، ليست هذه دارك حتى تطردنا منها. هذا هو يومنا المحدد مع السيدة نفيسة. اخرج بجماعتك وعود يوم الأربعاء. لن نخرج من هنا حتى تطلب منا ذلك صاحبة الدار. بل تخرجون رغما عنكم. يا أتباع مالك، أخرجوا هذه الجماعة من هنا. هيا انصرفوا بالأدب قبل أن تخرجوا من السيل. ابقوا أماكنكم، اجلسوا في أماكنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا الخلاف بينكم؟ يا نفيسة العلم، أليس الأحد يوم أتباع مالك يلتقون فيه معك؟ وماذا في ذلك؟ أستقبل القادمين يومي الأحد والأربعاء. الأحد لنا والأربعاء لهم. اطلبي منهم الحضور في يومهم المحدد. يا أخي، يا نفيسة العلم، نحن ما وافقنا على هذا التحديد. اجلسوا اجلسوا، المكان يتسع لكم ولهم. نحن لا نجالسهم. أنصار مالك وأعداؤه لا يجمعهم مكان واحد. يا نفيسة العلم، لسنا أعداء لمالك، إننا نجله ونحترمه ونعترف بفضله. ولهذا ترفضون فتواه وتأخذون عن الليث بن سعد وعن غيره. نبحث في كل الآراء ونأخذ ما نقتنع به، بما في ذلك بعض آراء مالك. تأخذون بعض آراء مالك وترفضون البعض، ومنكم من أقر واعترف بذلك. يا فتيان، يا أخي، الإمام مالك رحمة الله عليه بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ، نأخذ عنه الصواب ونترك ما نراه خطأ. أتسمعين يا نفيسة العلم؟ مالك يخطئ. أنت تلميذة الإمام مالك، فكيف تقبلين ذلك؟ كان الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام، ويشير إلى مقام جد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ذلك تواضعا، لكن الحق واحد والصواب لا يتعدد. ليست كل الأمور كما تقول يا فتيان. الإمام مالك يقول على سبيل المثال: الزكاة تستحق في حلي المرأة مهما بلغت قيمتها. وأبو حنيفة يرى الزكاة فيها بشروط، لابد أن أحدهما على خطأ والآخر على صواب. الاختلاف وارد في تفسير النصوص. ألا تعلم أن 5 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا حول نصيب الميراث لكل من أخت وأم وجد؟ فلو جعلت الصواب وقفا على واحد لكان الأربعة الآخرون مخطئين، وهم من خيار الصحابة. وكيف لنا أن نختار الرأي الصواب مع اختلاف الآراء؟ كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هكذا كنت أقول لفتيان، ولكنه لا يرى الصواب إلا مع مالك
والخطأ فيما سواه. هذا هو التعصب البغيض. يقول سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نحن نتعصب للحق وليس في ذلك غلو. فلنناقش الأمر ولكن بشيء من الهدوء والروية. لا حوار ولا نقاش قبل أن يخرج أعداء مالك أو نخرج نحن من هنا. أنا لا أرد أحدا عن ذلك. هيا يا أتباع مالك، ضاع فكر مالك، ما عاد أحد يستمسك به حتى من كنا نظنه أقرب الناس إليه. هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله أستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. نبدأ الدرس. سلام عليك إمام المشاعر، سلام